جماهيره عريضه. السؤال ده الفتق مع الرياضيين، الناس اللي اللايف ستايل بتاعها تلعب رياضه عشان صحتها، يعني عادي ينزل الجيم، بيلعب حديد، تمارين مقاومه، والرياضيين المحترفين اللي هم بقى ايه، اكل عيشهم رياضه، بيلعبوا كوره، بيلعب رياضات زي الملاكمه والمصارعه والحاجات دي، ده بيبقى كاريره، ده الكارير بتاعه او دي مهنته بقى، اكل عيشه، اكل عيشه بالظبط. طب ده الراجل ده فرضا حضرتك قلت ان الفتق سببه غير معلوم، جاله فتق، هل معنى كده ده كاريره انتهى؟ او اللي كان بيلعب كوره كهوايه حتى او بيتمشى بيروح الجيم عادي جاله فتق، معنى كده مش هينزل الجيم تاني؟ لا، خلينا نقول ان الفتق والرياضه ايوه دي علاقه، يعني عارف لما حد يكتب على الفيس كده علاقه ريليشن شيب كومبليكيتد، اي بالظبط ما نفس دي علاقه القصه، ايه عكسيه ولا هي كومبليكيتد فعلا. معقد. في الاول احنا قلنا ان احنا ممكن وقايه، ممكن وقايه، الرياضه هتقوي العضلات، هتساعد ان انا اخلي جسمي صحيح بقدر الامكان، هتقلل نسبه حدوث الفتق. تمام. طيب جه الفتق حصل، ايه الحل؟ زي ما انت قلت كده، واحد شاب رياضي في اعدادي، في ثانوي، في جامعه بالظبط، بيروح جيم كل يوم ومحافظ على جسمه ومحافظ على منظره، جاله فتق، قالوا له لا بس خلاص انت كده شكرا ما تلعبش تاني. هيجي بعد كده يلاقي نفسه بقى ضعيف وبقى كسلان وبقى الحاجات اللي كان بيعملها زمان عشان يحافظ على جسمه والاكتيفيتي بتاعته بالظبط مبسوط بيها. فهي الكلام ده برضو مش مظبوط. الناس اللي اكل عيشها من الرياضه زي ما قلنا، واحد محترف، واحد بيشيل اثقال، واحد بيلعب اي رياضه ايا كان، مش معنى ان جاله فتق ان حياته انتهت او الكارير بتاعه انتهى. بالظبط. خلينا نقول ان الثوره اللي حصلت في اصلاح الفتق اللي هي المنظار. انا عندي الفتق بالمنظار، قلنا نسبه فتره التعافي فيه قليله جدا، نسبه الارتجاع قليله جدا، وبالتالي ان العيان ممكن يعمل عمليه وممكن ينزل يروح الجيم. احنا بنقول للعيان في اخر الاسبوع، مش الاسبوع الجاي، يعني لو عملنا يوم السبت ممكن اقول له الجمعه ممكن تنزل تروح الجيم. معقوله؟ فعلا. في الجراحه العاديه زمان كنا بنقول للعيان ينام على ظهره 10 ايام، اسبوعين علشان يبدا يتحرك في الشقه ويروح ويجي ويطلع سلم وينزل سلم، 3 شهور عشان يقدر يشيل طفل صغير او يشيل كيلو لحمه مروح بيه ولا بتاع، 6 شهور يلعب رياضات عنيفه. كانت التقسيمه دايما، واي اقل من كده في اي حاجه، اي خطوه من الخطوات دي الفتق بيرجع. يعني احنا كنا مهددين دايما زمان لما كنا بنشتغل الجراحه العاديه. دلوقتي لما بنقول للمريض بعد عمليه المنظار بيخرج في نفس اليوم، ممكن يرجع شغله بعد يومين، ممكن يمارس الرياضات العاديه 3-4 ايام، ينزل يمشي ويجري ويعمل كل حاجه، اسبوع ماكسيمم ممكن ينزل الجيم ويلعب حتى على المستوى الاحترافي، يعني حتى على المستوى الاحترافي لو هو نزل ولسه الجرح. احنا قلنا المنظار بنعمل جرح 3 مللي، يعني جرح لا يذكر. بالظبط 3 مللي، يعني جرحين 3 مللي وجرح ثالث اللي هو بتاع العدسه ده بيبقى 7 مللي. بالحجم ده الجرح، لو انت يعني متضايق قوي كده خليهم 8 ايام، خليهم 10 ايام، بس القصه ما عمرها ما هتوصل للشهور والاسابيع اللي كنا بنقولها زمان. بيرجع على نفس المستوى الاحترافي بتاعه بالتدريج طبعا بيرجع لنفس المستوى الاحترافي بتاعه. فخلينا نقول ان اصلاح الفتق بالمنظار بيحافظ للمحترف على الليفل بتاعه. تمام. زي كأن جاله دور برد مثلا كده او انفلونزا، قاعد في السرير شويه ويرجع يكمل تمرينه تاني. تمام. فما فيش حاجه هتخليه كريبلد، هتخليه معاق ان هو مش هيقدر يلعب بعد كده والسكه دي اتقفلت. لا، السكه موجوده، بنصلح بالمنظار وبيرجع تاني بالتدريج، بيعمل الفول اكتيفيتي بتاعته، كل النشاطات الكامله بتاعته اللي هي كان بيعملها قبل الفتق. فالفتق ما عادش بيقتل طموح الرياضيين، لا، الفتق بنصلحه بالمنظار وبيكمل سكته زي ما هو. الحمد لله يبقى الفتق والرياضه علاقتهم اتحسنت ببعض. ما انا بقول لك علاقتهم، هو في الاول الرياضه ساعات في نقطه ما قلناهاش، ان الرياضه لو انت بتلعب رياضه غلط وبنشوفها كتير قوي كلنا. أيوة. كلنا رحنا الجيم في فترات من فترات حياتنا بالظبط، شفنا خلة سنان كده وشايل 100 كيلو مثلا وعمال يحزق وحالته يعلم بها ربنا، فده هيجي له فتق من الرياضه، بيلعب غلط بيشيل غلط. فهي الرياضه عندنا قلنا الرياضه بتقوي وكويسه لو بتتلعب صح. الجيم مفيش حد بينزل الجيم ويشوف اي كتله قدامه ويقوم شايلها وعامل اي حاجه، لازم يكون في مدرب، لازم إشراف. تلعب صح. تمام. اللي بيلعب صح بيستفيد من الرياضه، اللي بيلعب غلط الرياضه بتضره في المشكله دي. تمام. حتى لو صلحوا وجاه بعد كده يعني ما فيش حاجه اسمها لا، هي ان شاء الله بالمنظار مش بترجع، لان احنا بنسد الفتحه تماما بالشبكه، بس اللي هو ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حد يشيل
لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه. تحت اللي قاعد في إشراف الجيم أهم حاجة. طبعا اللي قاعد في الجيم في كوتش بيقول له دي كتير، دي شويه، شيل دي ما تشيلش دي. لو الدنيا ماشيه صح هتستفيد منها، اي لخبطه هتضرك. تمام. فدي العلاقه الكومبليكيتد اللي قلنا عليها يعني. تمام يا دكتور.